نرجع ونكمل تاني قصتنا. هو وقتها بيكون مستغرب ان حاكم الكسل ما قررش يظهر غير دلوقتي، مع انه قتل 3 من شويه ومحدش قال له حاجه. بس في اللحظه دي واي جي بيبدا يضحك ويمدح في حاكم الكسل، وبدا يكذب هو كمان ويقول انهم كلهم جنود وما ينفعش حد يأذي التاني. بس وقتها بنت العنكبوته ما تبقاش لسه فهمت ايه اللي بيحصل، وتبقى لسه عاوزه تقتل واي جي، واول ما بتكون خلاص هتقطع رقبته هو بيلاحظها وبيحاول انه يوقفها بس ما بيلحقش، وده بيخلي حاكم الكسل يتدخل بنفسه ويوقفها وهو بيكرر كلامه عن ان القتل ممنوع. ولما واي جي بيشوف العنكبوته بيلاحظ قد ايه ان سلاحها كان قريب من رقبته، بيتفزع وبيعملها على نفسه وهو واقف، بس بيعقل بسرعه بيبدا يقول لحاكم الكسل ان هو قتل حد من شويه، وكمان مش حد واحد بس، لا ده قتل 3، وبدا يطلب منه انه يعاقبه. وحاكم الكسل ساعتها ما ردش عليه، بس هو كان لسه عارف بسبب نظامه ان حاكم الكسل لسه بيفضله وموقفه اكيد هيكون متعاطف معاه، فبيقرر انه يبدا يسمع كلامه من دلوقتي عشان ما يخلوش يكرهه في المستقبل. بس محدش من اللي حوالين هاو بيكون عارف الحاكم دلوقتي هيعمل ايه، فيون بتبدا تقلق على هاو وتفكر ان حاكم الكسل هيسامحه، بما ان على حسب كلامه اللي من شويه فالعنكبوته بتقتل حسب ارادتها. بس واي جي بيفضل ينافق وبيقول لحاكم الكسل ان هاو كان هو الشخص اللي قتل ال3 من شويه، بس العنكبوته دي برضه كانت هي السبب انه يقدر يقتلهم، وعشان كده طلب منه انه يقتل هاو وعنكبوته عشان الغلط اللي هم عملوه وعشان يحمي بقيه جنوده من خطر الاتنين دول. وطبعا هو كان عارف ان كلامه ده كله هبل في هبل، لان هاو وعنكبوته كانوا بيحموا نفسهم مش اكتر. بس هو كان متحمس عشان يشوف حاكم الكسل وهو بيقتل العنكبوته دلوقتي، على الاقل لانها خرقت القواعد لما قتلت رجالته. وساعتها هاو بيبدا انه يعمل نفسه بريء هو كمان، وبيقول لحاكم الكسل انه ما كانش يعرف ان القتل ممنوع، وده غير ان واي جي كان هو اللي بيحاول يقتله، وعشان كده العنكبوته اضطرت تتحرك وتقتل اللي كانوا مسببين له خطر. وبعد ما حاكم الكسل بيسمع كلامهم ده بيقول لهم ان جنودهم ممنوع يأذوا بعض، وكون ده يتطبق من دلوقتي. وده خلى واي جي يندم على كل اللي حصل لان رجالته ماتوا، وكمان هاو ما تعرضش لاي خسائر. وده غير انه قادر بطريقه غريبه انه يسيطر على البنت العنكبوته القويه جدا واللي تقدر تحميه وتساعده في اي وقت. وبعدها هاو بيشكر حاكم الكسل وبيروح للعنكبوته ويلغي استدعائها دلوقتي، ويقول ليون انهم دلوقتي خلاص بقوا في امان وبيبقوا خلاص هيمشوا. بس واي جي ما بيبقاش مقتنع بكل الحاجات اللي حصلت دي، ما بيبقاش راضي يصدق ان هاو ويون بعد كل ده هيمشوا عادي كده ولا كأن حاجه حصلت. فبيبدا ينادي على حاكم الكسل ويقول له ان قراره ده كان ظالم، ولو فضل كده محدش من جنوده هيسمع كلام حاكم ظالم زيه. وساعتها حاكم الكسل بيعاقب واي جي من غير ما يرد عليه، اما هاو ويون بيقفوا يتفرجوا عليه وهو قاعد بيتأذى من العقاب لحد ما بيغمى عليه، وهم اصلا مش عارفين ايه السبب العقاب ده. بس نظام هاو بيبدا يقول له انه اتعاقب لانه كان وقح مع الحاكم، بس عقابه ما قتلوش، وبيقول له كمان انه اضعف بكتير من العنكبوته بتاعته، بس لازم يخلي باله منه عشان ما يكونش مشكله في المستقبل. وبعد كده حاكم الكسل بيمشي وبيسيبهم، وقبل ما بيمشي بيكرر عليهم تاني ان القتل ممنوع في المدينه الرئيسيه، وهو بيفهم من كلامه ان اللي عايز يقتل حد يقتله بره المدينه الرئيسيه عادي. وبعدها يون بتساله عن العنكبوته دي وازاي بتساعده، وطبعا هو ما بيكونش عاوز يعرفها تفاصيل، فبيكذب عليها شويه وبيقول لها انه كان محظوظ نوعا ما لان العنكبوته اعتبرته سيدها اول ما شافته وعشان كده هي بتحميه، وقال لها انه ما كانش عاوز يقتل ال3 من شويه، بس كان لازم يستدعي العنكبوته لانه متاكد انه لو ما استدعاش فواي جي مش هيسيبهم. ورجع يعمل نفسه بريء تاني ويقول ليون انها من الاول هي بتساعده وبتعامله كويس وكان هيزعل لو حصل لها حاجه، وكالعاده برضه يون بتصدق وبتقول له ما يقلقش لانه ما عملش حاجه غلط، وال3 اللي قتلهم هم اللي جابوا لنفسهم كده. وكمان حاكم الكسل ما عجبوش، وده دليل انه فعلا ما غلطش. وبتبدا يون تفكر بعدها وهي زعلانه في انها فضلت تقول له انها تحميه، وفي الاخر حطته في الموقف ده وخليته يكسر القواعد. بس كل ده ما كانش يهم هاو، والحاجه الوحيده اللي كانت تهمه هو ان يون دلوقتي مستحيل تفكر فيه على انه شرير وهتفضل بصله على انه طفل صغير. بس فجاه وهم واقفين سمعوا حاكم الكسل اللي بدا يقول لهم ان اللي كسر القواعد مش هيتعاقب بالاعدام، بما انه ما كانش يعرف، بس ده مش معناه انه مش هيتعاقب، وبيعلن ان العقاب هيبدا دلوقتي. وساعتها جسم هاو بيبدا ينور وفجاه بيختفي من قدام يون، وده بيخليها تقلق لانهم ما كانوش متوقعين انه يتعاقب. وبنشوف بعد كده هاو وهو طالع من بوابه غريبه وبيكون عرقان وحالته صعبه جدا، والواضح انه بيكون عقابه خلص، ومع ان جسمه بيكون سليم بس الواضح انه واجه حاجات بتاثر على عقله، وبتكون العنكبوته قلقانه عليه بس بيطمنها وبيشكرها على انها ساعدته هي كمان. وبيبدا بعد كده يبص حواليه وما بيكونش متاكد هو فين بالظبط، وبيبدا يدور على يون بس ما بيلاقيهاش. وفجاه وهو واقف بيرجع يسمع صوت حاكم الكسل تاني، والمره دي بيكون بيكلم الناس كلها عشان يعلن عن مهمتهم، بس بيقول لهم انه لازم يوضح لهم كام حاجه الاول. فبيبدا يقول انهم اكيد دلوقتي كلهم يستخدموا نظامهم اللي بيطلعهم معلوماتهم وتفاصيلهم، وبيقول لهم ان كميه النقاط اللي بياخدوها بتكون تقييم لادائهم في المهمه، بس الطريقه اللي النقاط دي بتحدد بيها بتختلف شويه ما بين كل مهمه والتانيه. فمثلا في اول مهمه ليهم النقاط كانت بتتحدد على حسب عدد الوحوش المقتوله. وبالنسبه بقى لطريقه استخدام النقاط قال لهم ان النقاط دي من دلوقتي هتكون هي العمله الاساسيه في المدينه، لان من دلوقتي مش هيكون في اي فلوس عاديه بتستخدم. لو اي حد عايز انه يشتري اي حاجه هيضطر انه يشتريها بالنقاط، سواء كانت الحاجه دي مجرد ضروريات يوميه زي الاكل او اداه نادره، ويقدروا
حتى انهم يشوفوا نفسهم لو معاهم نقاط كفايه. وبيقول لهم بعد كده انه عمل لهم نظام النقاط ده مخصوص ليهم، لانه بعد ما راقبهم شويه لاحظ انهم كبشر كائنات اجتماعيه، ولو كان عندهم نظام زي ده هيقدروا يتاقلموا مع الوضع اسرع. وبيعمل لهم بعدها مبنى ضخم، وبيقول لهم ان المبنى ده من دلوقتي هيكون هو معسكرهم اللي فيه كل حاجه، سواء اسواق او اماكن المهام او مساكن يعيشوا فيها. بيبدا اخيرا انه يكلمهم عن مهمتهم الجديده، بس المهمه دي هتكون في عالم تاني. وبدا يشرح لهم ان العالم ده هو كل العوالم اللي هيروحوها في المستقبل هتكون مختلفه بالكامل عن العالم اللي هم كانوا عايشين فيه، وهيكون فيها كائنات وحاجات ما شافوهاش قبل كده. مهمتهم في العالم ده انهم يجمعوا معلومات عنه لمده شهرين، وحدد لهم مكان هيكون هو مقرهم في المبنى اللي كان عمله لهم. وبالنسبه للنقاط فهتتوزع المره دي على حسب استكشافهم للعالم وعدد الكائنات اللي اصطادوها، وكمان هياخدوا في الاخر نقاط زياده عشان قدروا يفضلوا عايشين. بس ده مش معناه انه يقدروا يستخبوا في المبنى وما يعملوش اي حاجه، لان بعد يومين من بدء المهمه اي حد هيكون ما قدرش يجمع اي نقاط من الاستكشاف او الصيد ساعتها مش هيتم اعتباره جندي وهيتم التخلص منه. وكلامه ده خلى الكل يترعب، والناس بدأوا ييأسوا من حياتهم لانه بيتحكم فيهم وبيخليهم يعملوا اللي هو عاوزه. بس حاكم الكسل اتجاهلهم وقال لهم ان من دلوقتي كل حاجه هيقابلوها هتكون صعبه، ولازم يعيشوا ويتكيفوا مع الوضع والا هيموتوا. وقبل ما يمشي قال لهم انه هيديلهم هديه اخيره قبل ما يبداوا المهمه، وهي انه هعمل لهم حاجز هيفضل موجود لمده 3 ساعات يحميهم من كل حاجه في الكوكب عشان يرتاحوا ويرتبوا امورهم قبل ما يبداوا مهمتهم رسميا. واول ما حاكم الكسل مشي الناس بعدها بداوا يدخلوا المبنى اللي هو عامله واللي هيكون اسمه من دلوقتي نقطه البدايه. ولما دخلوا اول حاجه راحوا عليها هي متجر النقاط، وبدأوا كلهم انه يستخدموا النقاط اللي كسبوها من مهمه الكهف. وطبعا هو ساعتها ما كانش معاه اي نقاط، فمشي وهو بيفكر المفروض يعمل ايه دلوقتي، وكان محتار ومش عاوز يخاطر ويطلع للعالم اللي بره على طول. وبرضه لانه لو مات هنا فخلاص بقى حكايتنا خلصت، مش زي كهف العنكبوت لو مات فيها هيرجع، وكمان بما انه مش معاه نقاط خالص فمش هيقدر يستعد كويس. وساعتها جه في باله فكره خبيثه، لو هو ما عندوش نقاط ليه ما ياخدهاش من حد؟ وده اللي خلاه يروح لواي جي اللي يعتبره اصلا عدو له، وبالتالي مش هيخسر حاجه من انه يستغله. واول ما بيوصل له واي جي بيفكر في انه يهرب، بس هاو بيستدعي العنكبوته واللي بتحاصر واي جي وبتخليه يضطر يقف. وساعتها هاو بيقول له ما يتوترش لانه جاي يتكلم معاه كلمتين ومش ناوي اذيه. فواي جي بيتوتر وبيبدا يقول له انه مش خايف بس كان قلقان شويه من العنكبوته بتاعته، بس اكيد مش لدرجه الخوف يعني، بما انهم ما قدروش يعملوا له حاجه في منطقه حاكم الكسل. وكلامه ده بيستفز هاو فبيخلي العنكبوته تربط واي جي على الحيطه بشبكها. وساعتها واي جي بيضطر انه يسالها عن اللي هو عاوزه، وده لانه حتى لو ما ضربوش او قتله فيقدر انه يقتله بطريقه غير مباشره لو سابه مربوط كده لمده يومين، لانه مش هيقدر يستكشف او يصطاد اي حاجه في العالم ده فهيتم التخلص منه. وقبل ما هاو حتى يقول له اي حاجه بيبدا واي جي انه يقول له انه ما عندوش اي حاجه مميزه دلوقتي يقدر يعوضه بيها، بس قال له انه يقدر يديله جزء من نقاطه كتعويض بما انه ما جابش اي نقاط من اول المهمه. وطبعا هاو بيبدا يعمل نفسه من بنها وبيمثل انه ما كانش ناوي اصلا ياخد النقاط، بس قال يعني العرض جه وما ينفعش يفوته. وبيبدا انه يفكر في انه واي جي كان ذكي لانه قدر يعرف هدفه، بس ما سابوش كده وقال له انه يقدر ينسى كل اللي حصل ما بينهم لحد دلوقتي لو اداله نقاطه كلها. وده اللي صدم واي جي اللي ما كانش مستعد لكده، فبدا انه يقول له انه ممكن يديله لحد 55 نقطه، وده لانه يحتاج نقاط لنفسه برضه عشان يقدر يفضل عايش. وقبل ما هو يرد عليه بتبدا العنكبوته فجاه انها تاخد مقاسات جسم واي جي، وده بيخليه يترعب مع انها بتكون بتحاول تعمل هدوم على مقاسه مش اكتر. بس هو بيستغل كده وبيبدا يكذب عليه ويقول له انه محتاج النقاط كلها عشان يشتري حاجات معينه يتحكم بيها في العنكبوته، والا مش هيقدر يسيطر عليها ويتحول له لدميه حيه عشان تلعب بيها. وحتى حاكم الكسل مش هيهتم لو هي عملت كده بما انها هتلعب بيه بس مش هتقتله، وبدا يخوفه اكتر ويقول له ان ده لو حصل مش هيقدر اي حد انه يساعده، وحتى لو حد قدر فيحتاج يصرف نقاط كتير جدا. وبعد كده واي جي فعلا بيخاف جدا، بس برضه ما بيقدرش انه يديله نقاطه كلها لانه فعلا هيموت لو اداها له. فبقول له انه يقدر يديله 80 نقطه بس ومش هيقدر ابدا انه يزود عن كده ولا هيكون ميت. وساعتها اخيرا هو بيقبل بال 80 نقطه بيستلمهم منه، وبكده بقى معاه نقاط زيه زي باقي الناس. وبعد كده بيروح لمتجر النقاط وبيبدا انه يجمع شويه معلومات عنه لحد ما يعرف الدنيا فيها ماشيه ازاي. وبيعرف ان المتجر متقسم لكذا قسم لحاجات مختلفه وكذا فئه لتصنيف كل حاجه حسب جودتها وسعرها. وبيلاقي ان اغلب الناس بيتجمعوا قدام الحاجات الرخيصه دي وبيشتروا كتير منها حتى لو هي وحشه. وهو كان شايف ان ده غباء لانهم يقدروا يستخدموا نقاطهم في اي وقت في المهمه، بس هم كده بيستخدموها كلها على حاجات ما يعرفوش هيستفادوا منها ولا لا، من غير حتى ما يعرفوا ممكن يحتاجوا ايه في مهمتهم. وعشان كده هو قرر ما يبقاش زيهم، وكل اشتراء حاجه زي ساعه كده بتخليه يقدر يستخدم نقاط عشان يشتري من المتجر في اي وقت. ومع ان الشراء من الساعه دي لها حدود مش زي المتجر تقدر تشتري زي ما انت عاوز، بس اكيد هتكون مفيده وهتكفيه في اول مره يستكشف فيها العالم ده. ودلوقتي بعد ما حل مشاكله الماديه وضمن نفسه بقت الخطوه الجايه انه يركز على تحسين قوته. فقرر انه يروح لقسم الجرعات والكتب يمكن تلاقي حاجه تفيده. فبدا بقسم الكتب ويلاقي كتب المهارات فيها متقسمه ل3 فئات، وهي فئه المحارب والساحر والكاهن. واللي خلاه يحس بالفرحه ان اغلب كتب مهارات الفئه دي كان سعرها حوالي 200 نقطه مع انها كانت مجرد كتب من اسوأ نوع، وعشان كده هو فاز بجائزه كبيره لما اخذ كتاب استدعاء الوحوش اللي كان كتاب ذهبي. وكمان
وكمان لفئة مخفية. وبعد كده فتح قائمة مهارته، فبص فيها على مهارة الفئة اللي ملقاش فيها غير مهارة استدعاء الوحوش، واللي كان مستواها لسه صفر. يا ترى هاو هيقدر يستكشف ايه في العالم الجديد، ولا هيقدر ينفذ مهمته دي ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الاجزاء اللي جايه. عاوزك قبل ما تمشي يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدوس لايك، وان شاء الله استناك الجزء اللي جاي.